وبعدها بيروح معاه هو ووالدته للمدرسة وبيقابلوا المديرة والمدرسين. بيتفاجئوا ان ايشان دايما بيجيب صفر في الامتحانات ومش بيعمل اي واجب عليه، وهما بيبعتوا معاه النتائج واستدعاء ولي امر كذا مرة، لكن محدش بيجي ومحدش مصدق اصلا ان ده اخو يوهان المتفوق. وبتقول مديرة المدرسة لوالد ايشان ان دي تاني سنة ان هو يسقط فيها، ولو سقط تاني هتفصله من المدرسة، والافضل يدخلوه مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة. بعدها بيرجعوا على البيت وهما منهارين، وبيبقى والد ايشان في حيرة كبيرة، وبيقرر ان هو يدخله مدرسة داخلية بتاعت واحد صاحبه عشان يتعلم بطريقة اشد من اللي هو فيها. وبيفضل ايشان يعيط عشان ما يروحش، وبعدها بيحلم ان هو هيتوه من اهله، وبيعيط تاني يوم لوالدته ان هو برضه ما يروحش المدرسة الداخلية. لكن والده فعلا بيقرر ان هو ينفذ القرار بتاعه وبيوديه المدرسة داخلية، وبيسيبوه كلهم ويمشوا. بيدخل ايشان في